السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل البسيمة بطريقة سهلة وسريعة. طبعا البسيمة بتختلف عن البسبوسة في المكونات. البسيمة تختلف بمكون جوز الهند، الأساسي بتاعها هو الجوز الهند. هنبدأ طبعا في وصفتنا بسرعة. الشربات: كوباية ونص من السكر، كوباية ونص من المية، عليها عصرة ليمونة، وعليها ظرف فانيليا. تغلي هقوم واطفي عليها، اقوم حاطة ظرف الفانيليا. هنبدأ المكونات مع بعضنا: كوباية لبن، كوباية دقيق سمولينا، 3 كوبايات جوز الهند، وظرف فانيليا، ونص كوب سمنة. وهمسك المكونات كلها، هحط المواد الجافة مع بعضها والمواد السائلة مع بعضها، السمنة والحليب والفانيليا والسكر. كوباية الا ربع سكر، ومعانا معلقتين عسل او معلقة عسل كلوكوز. هنمسك المواد الجافة مع بعضها، هضرب بالمضرب اليدوي، هضربها. هجيب اللبن والسكر والفانيليا والسمنة، هضربهم كلهم في قلب بعضيهم، وهجيب بولة احط فيها المواد الجافة اللي هي عبارة عن كوباية دقيق سمولينا، و3 كوبايات جوز الهند. هقلبهم كلهم في قلب بعضيهم، وبعد كده هقوم مدوبه الخليط السايل في قلب بعضه لحد ما يندمجوا مع بعضيهم، وبعد كده هقوم نازله عليهم بالمواد الجافه. طبعا البسيمه بتتقلب عادي. هدهن الصينيه سمنه، وبعد كده هسوي الوش بتاعها، وبعد كده هخبطها خبطتين وادخلها الفرن. بعد كده هقوم مدخلاها على درجه حراره 180 على الرف اللي تحت، واول ما تحمر، اول ما الحروف بتاعتها تحمر، هقوم مولعه عليها الشوايه من فوق، والبسيمه سخنه. هنزل عليها بالشربات، وبعد كده هقوم مغطياها فوق. اول ما تاخد لون زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، وهي طبعا الشربات هيكون عاملاه قبل ما ابدا في الوصفه. هنزل عليها بالشربات زي ما انتم شايفين كده، وكده قدمتها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وقطعتها. كانت ما شاء الله عليها جميله، اللهم بارك، تحفه، والف هنا وشفا على اللي كلها. ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وتقولوا لي متابعيني من انهي بلد، تشاركوا الفيديو عشان الكل يستفيد. وكده بعد ما خلصنا وصفتنا بتاعت النهارده، وده الشكل النهائي لاكلتنا. اتمنى تجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. حابين نعمل لكم اي وصفه انتوا حابينها، قولوا لي في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.